التعلق وازاي نفك التعلق، والاسئله اللي بتجيلنا كتير قوي عن موضوع التعلق وموضوع ازاي نتحرك من نمط التعلق الغير امن لنمط التعلق الامن، بسبب الفيديوز اللي احنا نزلناها الفتره الاخيره عن موضوع التعلق. عشان كده النهارده عملنا الفيديو ده وجبنا اكتر 5 اسئله اتكرروا في التعليقات عن موضوع التعلق، وهنجاوب عليها ان شاء الله. فالناس اللي سألت في التعليقات او الناس اللي مهتمة بفكرة التعلق، يا ريت تشوفوا الفيديو للاخر، علشان يعني لو سألتوا سؤال او في سؤال في دماغكم على التعلق ممكن تلاقوا اجابته في ال5 اسئلة دول. اول سؤال ويمكن اكتر سؤال اتكرر في القصة دي: هل علشان افك التعلق المفروض اسيب الشخص اللي معايا في العلاقة؟ ناس كتير جدا بتخاف تدخل الورشة العمل بتاعة التعلق او تدخل سيشنز عشان تفك التعلق، بسبب فكرة ان هي خايفة لما تفك التعلق او تتحرك من نمط التعلق الغير امن لنمط التعلق الامن تسيب الشخص اللي معاها في العلاقة وتمشي. وده مش صح تماما. العلاقة اصلا لما الانسان بيتحرك من نمط التعلق الغير امن لنمط التعلق الامن، علاقته بشريكه بتكون احسن لو شريكه شخص سوي. ولو العلاقة سوية مش ناقصها غير ان انا اغير نمط تعلقي، لان التعلق هو مجموعة سلوكيات انا بعملها داخل العلاقة بتضايق شريكي. فمجموعة السلوكيات دي لما بطلها فبالتالي شريكي مش هيتضايق. السلوكيات دي بتكون ناتجة عن افكار ومعتقدات عندي عن العلاقات، بتكون من ايام التربية. ففكرة ان انا اعرف المعتقدات واغيرها فبالتالي السلوكيات دي تتغير فعلاقتي تتطور بشريكي، مين قال هنا ان احنا بنسيب بعض؟ او مين جاب سيرة انفصال اصلا؟ فبالعكس، الانسان اللي بيفك التعلق او بيتحرك من نمط التعلق الغير امن لنمط التعلق الامن فرصته بتكون اكبر وهو جوه العلاقة، علشان يختبر نفسه سلوكياتي هتكون عاملة ازاي جوه العلاقة. فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا. مش شرط ابدا عشان تفك التعلق تكون في علاقة، ومش شرط لو انت عارف ان انت عندك نمط تعلق وانت مش في علاقة تستنى لما تدخل علاقة وبعدين تغيره. لا، ممكن تغيره قبل ما تدخل علاقة، بسبب انك هتغير او بتشتغل على المعتقدات. تمام، فمش شرط. السؤال التاني: هل الشخص التجنبي نرجسي؟ مش بالضرورة خالص. الشخص اللي عنده نمط تعلق تجنبي هو شخص بيخاف يدخل العلاقات وبيخاف على مساحته الشخصية، فبالتالي بيبتعد خوفا على مشاعره هو، لأنه هو مش بيعرف يعبر عن مشاعره بشكل كويس. لكن الشخص النرجسي هو بيتجنب القرب العاطفي عشان يسيطر على الشريك اللي معاه. انا عايز اسيطر عليه فبتلاعب نفسيا وبتلاعب عاطفيا وبأذيه نفسيا وعاطفيا عشان اسيطر عليه. ده الشخص النرجسي. ففي فرق كبير جدا. الشخص اللي عنده نمط تعلق تجنبي بيعمل مجموعة سلوكيات نمطية، هو في دماغه ان السلوكيات دي بتحميني انا لكن مش بتأثر على شريكي، وينفع او في طرق للتعامل معاه. لكن النرجسي اولا مفيش طرق للتعامل معاه. تاني حاجة ان دي اضطراب في الشخصية النرجسية، فالاضطراب ده بيكون محتاج طبيب نفسي عشان يعالجه. لكن الشخص اللي عنده نمط تعلق تجنبي وانس ان هو غير سلوكياته داخل العلاقة وابتدى يتمرن على سلوكيات جديدة يعملها، هتلاقي علاقته باللي حواليه بقت افضل. فشتان الفرق بين الشخص اللي عنده نمط تعلق تجنبي والشخص النرجسي، لان ناس كتير جدا بتخلط ما بينهم للأسف. السؤال الثالث: ازاي افرق بين التعلق والحب الصحي؟ وده يمكن اكتر سؤال اصلا اتكرر في التعليقات، ولفت نظرنا كتير جدا ان السؤال ده فعلا سؤال متكرر. التعلق هو انك بتعتمد على شريكك اعتماد كلي بسبب خوفك وقلقك من انه يسيبك. فاول حاجة انت بتعتمد على الشريك اعتماد كلي. تاني حاجة بيخليك تحس انك ما تقدرش تعيش من غير الشخص ده. ده بيكون تعلق. انك تكون ان العلاقة والمشاعر اللي عندك مصاحبها قلق وخوف وتوتر طول الوقت. انك بتراقب الشخص اللي معاك. التعلق كمان بيأثر على حياتك، بيأثر على كل جوانب حياتك، اذا كان ماديا او نفسيا او اجتماعيا، انه بيعزلك عن الدايرة المجتمعية، او عمليا او مهنيا، انك ما بتعرفش تشتغل بسبب نمط تعلقك او قلقك وخوفك الزايد بيخليك مش قادر تنتج ومش قادر تشتغل
كل دي حاجات بيعملها التعلق. اما الحب عكس ده تماما، الحب بيكون مبني على الاختيار، ان انا بختار الشخص، مش بختار الشخص عشان الشخص ده اللي بيقدم لي الاحتياج اللي ناقصني، انا بختار الشخص عشان ده الشخص المناسب ليا. وفي فرق كبير جدا. تاني حاجة، الحب بيعزز الشعور بالأمان والاستقرار. طول ما أنا في علاقة مع الشخص ده أنا حاسس بالأمان والاستقرار، حتى لو الشخص ده بعد عني فترة فأنا حاسس برضو بالأمان والاستقرار. التعلق غير كده تماما، الشخص لو بعد عني بلاقي نفسي تعبان جدا، متضايق جدا، خايف لا يكون بيكلم مين ما بيكلمش مين، أرن عليه كتير قوي. نظام التعلق بيشتغل عندي بشكل مش أحسن حاجة. الحب بيسمح لكل طرف بالاستقلالية والنمو، ان انا بحس ان انا مستقل وحر وطليق، بنمو مهنيا وعاطفيا ونفسيا واجتماعيا، كل جوانب الحياة. لكن التعلق لا، التعلق عكس كده تماما. التعلق بيديني نوع من التحكم اساسا، ببقى عايز اتحكم في الشريك واجي على نفسي واجي على حريتي واجي على مساحتي الشخصية علشان اتمسك بالشخص ده. فالتعلق يعني عكس الحب تماما. اخر حاجة، ان الحب بيكون قايم على الثقة والدعم. التعلق بيخليك اصلا شاكك طول الوقت ان الشخص ده، بسبب معتقد الخوف من الهجر، فبيخليك خوفك بيخليك شاكك ان طول الوقت الشخص ده ممكن يسيبك ويمشي، ممكن يكون بيكلم حد، ممكن يكون بيعمل مش عارف ايه، ممكن ايه فبتحكم فيه. فالخوف بيخليني اتحكم واتغاضى عن اي عيوب داخل هذا الشخص علشان ما يسيبنيش ويمشي. عكس الحب تماما، الحب بيديك مساحة من الصدق في المشاعر، والصدق انك تقول للشخص اللي معاك انا حاسس بايه وانا خايف من ايه، وتحكي له مخاوفك وتطلب احتياجاتك بشكل كلير وواضح. الحب هو ان انت احتياجاتك بتلبى داخل العلاقة وبتعرف تطلبها. التعلق بيخليك مش قادر اصلا تطلب احتياجاتك، ففي فرق كبير جدا. فده الفرق بين الحب والتعلق. فشوف بقى اللي سأل السؤال ده او اللي سأله السؤال ده، لان السؤال ده اكتر سؤال اتكرر اصلا، يعني انتوا فين بالظبط. رابع سؤال، هل التعلق مرتبط بالطفولة؟ طيب معلش. طيب التعلق مرتبط بالطفولة. طبعا بيرتبط بالطفولة وتجارب الطفولة وتجارب مقدمي الرعاية داخل العلاقة ما بين الابن او الطفل ومقدمي الرعاية اللي هم الاب والام. وفي ابحاث كتير جدا اتعملت على ان التعلق مرتبط بالطفولة. فلو انا شخص كنت بأهمل كتير، محدش بيحس بيا، محدش بيتكلم معايا، محدش بيستجيب لاحتياجاتي العاطفية والنفسية، بيخلق مني شخص تجنبي. ولو انا كنت شخص اتربيت على التقلبات بين القرب والبعد، الحب والكره، ان انا اكون شوية الدعم وعدم الدعم، كل ده بيخلق شخص قلق خايف من الهجر. ف ده بيخلق شخص عنده نمط التعلق القلق للأسف. فطبعا الحب او التعلق مرتبط ارتباط بالطفولة، مرتبط ارتباط قوي جدا. لكن في حالات بتكون كانت آمنة وهي صغيرة بس مرت بتجارب عاطفية كتير جدا خلتها قلقة أو خلتها تجنبية، وده بيحصل يعني. خامس سؤال وآخر سؤال، ليه بفضل متعلق بشخص حتى بعد نهاية العلاقة؟ في أسباب كتير جدا بتخليني متعلق بالشخص. أول حاجة هي الارتباط العصبي. الدماغ بيعتاد على وجود الشخص ده لأنه بيفرز هرمونات السعادة مع وجود الشخص ده، فدماغي بيتعود على إفراز هذا الكم من الهرمونات، فبالتالي بيخليني او بيعود العقل على افراز الكم ده. فلما الشخص ده بيمشي ما ببقاش لاقي مصدر يفرز لي الهرمونات دي، فده بيعمل تعلق. طبعا بيعمل تعلق لان انا بنعزل عن العالم، وبيبقى الشخص ده هو مصدر الدوبامين الوحيد بالنسبة لي. فالطبيعي لما يمشي ما لاقيش مصدر دوبامين، فحس ان انا متعلق بالشخص. تاني حاجة، عدم الاغلاق العاطفي، ان انا ما ببقاش قادر اقفل العلاقة، ان انا اخد قرار بالانفصال. فطول الوقت عندي شعرة امل كده ان الشخص ده هيرجع، ان علاقتنا هتبقى احسن، ان علاقتنا هتكون كويسة. وده طبعا بيعمل مشكلة كبيرة جدا وبيخليني متعلق بالشخص. تالت حاجة، الفراغ العاطفي. غياب الشخص ده، الشخص اللي انا كنت متعود عليه، بيكلمني مورنينج مسج، انت فين، مش عارف ايه، الاهتمام، الونس، كل الحاجات دي بتختفي.
فبتعمل فراغ عاطفي. فالإنسان لو مش عارف يملى الفراغ ده بعد الانفصال، حياته بتبقى ناقصة حاجة كبيرة قوي، فبالتالي بيفضل متعلق بالشخص. فعشان تقفل الحتة دي محتاج ان انت تبتدي تغير روتين يومك اساسا عشان تقضي على فكرة الإغلاق العاطفي. آخر حاجة الحنين للذكريات، إن أنا عقلي زي ما قلنا بيبقى عايز دوبامين، يبعت إشارات لعقل الباطن، مين اللي خاص بالدوبامين يطلع لي، يبتدي يطلع لي بقى كمية الذكريات اللي كانت بيني وبين الشخص ده الكويسة. فبحس إن أنا خسرت حاجة كبيرة قوي، مع إن العلاقة ممكن تكون مؤذية جدا، بس بحس إن أنا خسرت حاجة كبيرة قوي، لأن بنسى كل السلبيات ويبتدي عقلي يطلع لي الايجابيات والحاجات الكويسه. فده بيخليني ابني صوره ملائكيه للعلاقه وللشخص، ودي طبعا بتكون مشكله كبيره جدا. واخر حاجه فكره التوقعات العاليه اللي انا كنت حاططها، فالتوقعات دي انا رافض ان هي تقع. فانا متعلق بالصوره اللي انا راسمها في دماغي للعلاقه، متعلق بصوره الشخص الكويس، الصوره الملائكيه للعلاقه، ان احنا هيبقى عندنا بيتنا ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله، كل ده بيتهد. فعقلي بيكون رافض انه يشوف صوره غير الصوره اللي انا كنت راسمها. واحده من الحاجات اللي بنعملها للناس اللي بتيجي لنا عشان تتعافى من الام الانفصال هي ان احنا بنعمل لهم صوره متزنه للعلاقه، بنعمل لهم صوره متزنه للشخص اللي كان معاهم في العلاقه، ان زي ما كان في حاجات كويسه بس كان في حاجات وحشه كتير جدا في هذه العلاقه، وكان في حاجات مؤذيه عشان كده انتهت. لان هي لو علاقه كويسه هتنتهي ليه؟ دول 5 اسباب بيخلونا متعلقين بعد ما بنسيب العلاقه. دول كانوا اكتر 5 اسئله اتسالونا عن فكره التعلق. فلو حابين تبعتوا اسئله تاني ونجاوب عليها في فيديو، فاحنا تحت امركم. سلام.